قلنا قبل قليل إن التقدير فيها تقدير حولي، والتقدير الكتابي الذي كتبه الله عز وجل أو أمر الملائكة أن تكتبه يقسمه جمع من محققي العلماء إلى أقسام، فيقولون أولا الكتابة الكونية، الكتابة ماذا؟ الكونية، وقالوا هذا وقعت يوم خلق الله عز وجل القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ فأمره الله أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا يتعلق بكتابة كل ما هو كائن، فهو كوني من باب ما هو كائن، وكوني أنه لا يتعلق بحياة أمة من الأمم، إنما يتعلق بحياة الخلق جميعا. واضح؟ هذه الكتابة الكونية. هناك كتابة أخرى تسمى الكتابة النوعية، وهي تتعلق ببني آدم، ببني الإنسان، وهؤلاء يقولون إنها مرتبطة بعض الشيء بما كان في عالم الأرواح يوم أن خلق الله أبانا آدم وأخرج من ظهره ذريته، وكل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وهي التي مرت معنا في درس الفطرة. قال ربنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن أصبح معنا كم كتابة؟ كتابان، كتابة كونية وكتابة نوعية. وهناك كتابة فردية، ودل عليها ما في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتابة رزقه وأجله وشقي أم سعيد بعد أن ينفخ فيه الروح. هذه الكتابة تسمى كتابة فردية، تسمى كتابة فردية. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وقلنا قبل قليل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما في صحيحيهما. فالكتابة التي يقوم بها الملك ها هنا تسمى كتابة فردية، لأنها تتعلق بكتابة بني آدم، لكن كل فرد لوحده منفكا عن أخيه. والعلماء يقولون إن الملك هنا اسم جنس، ليس ملكا معينا، ليس ملكا معينا، بخلاف من يقبض الأرواح فإنه ملك معين هو وحده من يقبض الأرواح، وربما كان معه أعوان. الله عز وجل يقول ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أضحت الآن كم؟ 3. وهناك كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر، وهناك كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر، فهذه يكتب فيها ما هو كائن إلى الحول، أي إلى ليلة القدر من العام الذي يأتي. حتى قال عكرمة رحمه الله وهو أحد تلاميذ ابن عباس الكبار قال إنه يكتب فيها من كتب الله لهم أن يحجوا في ذلكم العام، في العام الذي يأتي بعدما في شهر ذي الحجة الذي يأتي بعد ماذا؟ بعد رمضان. قال يكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم. فهذه كتابة ماذا؟ حولية. بقيت كتابة يومية، والعلماء يعبرون عنها بالإيجاد والخلق والتقدير، ودليلها قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فأخذوا من قوله سبحانه كل يوم أنها كتابة يومية، لكن لا يلزم أن تكون كتابة، ولذلك قلت إنه قد يعبر عنها بالخلق والإيجاد والتدبير. والعلماء وربما اطلعتم كثيرا على شيء من هذا يقولون إذا ذكروا هذه الآية يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويرفع وضيعا ويضع رفيعا، يحكم في خلقه تبارك وتعالى ويدبر ما يشاء، فالملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه. تمخض عن هذا أن هناك كتابات 5، قلنا كتابة نوعية وكتابة كونية وكتابة حولية وكتابة فردية وكتابة